ايه ده مش بيفتح؟ Hi Mochis! Annyeong! Welcome back or welcome to my channel if you're new. رجعت لكم بأكتر فيديو انتوا بتحبوه، شي ان هول. زي ما انتوا شايفين الهول قد دماغنا حرفيا. انا طلبت شي ان كله يا اصدقائي، فقلت لازم اجي اعمل معاكم شي ان هول عشان انا عارفة ان ده اكتر فيديو انتوا بتحبوه. ولو بتحبوا النوعية دي من الفيديوهات ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، لانه انا بجد مش بهزر لما اقول لكم ان انا طلبت شي ان كله. فاحنا عندنا بارت 2 و3 من الفيديو ده، بس لما الاقي تفاعل وحماس على الفيديو ده. حاول يا جماعة اسيب لكم اللينك بتاع العربية بتاعتي اللي هي الكارت بكل المنتجات اللي انا اشتريتها دي، عشان لو عايزين تجيبوا نفس الحاجة تجيبوها. الفيديو ده مش دعاية، شي ان يا ريت سبونسر مي، عشان بجد انا اشتريت شي ان كله مش بهزر. بس يلا مش عايزة اطول عليكم، تعالوا نعمل شي ان هول. انا مش عارفة ابدأ منين ولا منين ولا منين. تعالوا ناخد اول حاجة انا لاقياها في وشي. دي اول مرة اجيب شوز من على شي ان، بس دي مش شوز. بما ان احنا بقى داخلين على الخريف والشتاء، كان نفسي قوي اجيب البوت ده من السنة اللي فاتت بصراحة، والسنة دي قررت اجيبه. كنت سألتكم وقلتولي ان البراند دي حلوة قوي للشوز، اسمها كوكو على شي ان. وبصوا البوت طلع خرافة ازاي، ده شكله. حبيت ان هو من قدام كده في الفكرة دي، الرباط ده عجبتني، يعني حسيته مختلف وشكله بجد حلو قوي. انا لسه ما جربتوش في المشي بصراحة، بس قسته يعني وطلع مريح، بالذات ان الكعب بتاعه تخين زي ما انتوا شايفين، فحسها هيطلع حلو. عامة انا بثق في الكلام اللي انتوا قلتوهولي لما قلتولي فرح ده على ضمانتنا هيبقى حلو. فصراحة جودة الجلد بتاعته حلوة قوي وعجبني. ما تنسوش تقولولي برضو رأيكم في الكومنتس على مشترياتي، وقولولي ايه اكتر حاجة هتعجبكم في الفيديو ده. هل ينفع اعمل طلبية شي ان من غير ما اجيب نظارة؟ استحالة. انتوا عارفيني ان انا مشهورة بالنظارة اللي فوق الطرحة، بجد بحبها قوي، بتدي شكل حلو للطرحة وبتثبت لي الطرحة، وانا اتعودت على شكلي كده، بجد حبيتها قوي. فقررت ان انا بما اني عندي دي كده هي شفافة بس على سيلفر، اكتشفت ان انا ما عنديش نظارة على جولد. انا بحب البس دي قوي لان هي بتمشي على كل حاجة عندي، بس مشكلتها ان هي على سيلفر، فلما بلبس اي حاجة على جولد مش بتليق. قررت ان انا اجيب لي دي من على شي جلام. فجبت دي من على شي ان. بصوا فيها التفاصيل دي في الجنب. تعالوا نلبسها. انتوا عارفين ان انا مش بلبس نظارات كده، بس ممكن فور فن للصور شكلها حلو. والله عجبتني، ممكن ابقى اتصور بيها، بس انا مينلي بجيبهم عشان البسهم بالطريقة دي. لا هلبسها بما اني لابسة اكسسوارز على جولد، هلبسها. ايه رأيكم؟ برضو من الحاجات اللي استحالة اطلب طلبية شي ان من غير ما اجيب جرابات للموبايل، فجبت شوية جرابات جداد وعايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم. ده برضو انا جبته بس اوريدي حطيته بصراحة يا جماعة، ما قدرتش استنى. جبت ده، هو شمواه كده ولونه بني، حسيته حلو قوي للشتاء وللخريف. بس تعالوا اوريكم تاني واحد جبته عشان اتس سو كيوت. انا حرفيا ما بقتش اشتري جرابات من اي حته، خلاص انا بشتري جراباتي من شي ان، لان هم اولا يونيك جدا غير اللي بشوفهم في المحلات. الديزاينز بتاعتهم بيبقى شكلها مميز قوي، وبجد الاسعار رهيبه. فقررت اجيب لي شويه كفرات. بصوا ده لونه اصفر بحبه قوي، وعليه كده بوز وفيونكات كيوت، بجد حلو قوي. حسيته هيبقى حلو للربيع للصيف، فقولوا لي رايكم في ده. وجبت لي واحد لونه بيبي بلو كده، لون سماوي، برضو بحب ده قوي اللون، عشان لما باجي مثلا البس جينز حاجه يعني عامه فيها ازرق بيبقى شكله حلو جدا. قولوا لي بقى انه كفر هيعجبكم اكتر حاجه. ده ملمسه حلو قوي، الله حبيته. ايه رايكم في الاستيكرات اللي انا حطاها في الموبايل يا جماعه؟ بس المهم ده ملمسه تحفه، تقريبا ده اريح واحد سو فار انا مسكته في ايدي، فاهمين؟ حبيت. ترى برضو من الحاجات اللي بحب اجيبها قوي من على شي ان الكي تشينز. اي كي تشينز بقى دول انا بحبهم، عشان بحب احطهم على الشنط بتاعتي زي ما انتوا عارفين. بس اكتشفت ان انا ما عنديش حاجه تليق
الالوان بتاعه الشتاء او الخريف، بني عامه يعني تخيلوا مثلا لو انا لابسه شنطه دلوقتي هحط ده. بصوا فيها حاجات كتيره قوي، في مثلا كلمه love، في دي مش عارفه هي ايه بصراحه، في الطويله دي ومعاها برضو فيونكه، والشنطه دي صراحه عجبتني. انا متاكده ان كلكم شفتوا الحزام ده اوريدي، لان هو الفتره اللي فاتت كان ترندنج جدا، بس عجبني قوي فقررت ان انا اجيب لي واحد. جبته على سيلفر لان انا عاده الاكسسوارز بتاعتي معظمها على سيلفر، فجبت لي واحد على سيلفر اللي هو ده. رايحه ان شاء الله حفله كي بوب هنا في دبي قريب جدا، ممكن تكون الفلوج اوريدي نزلت او ده هينزل الاول، انا معرفش. المهم عندي كده اوتفيت في دماغي ومعظمه جبته اصلا من شي ان الاوتفيت كله، وده جزء من الاوتفيت، فمتحمسه قوي اعمل له ستايلينج. وصراحه انا انبهرت من الجوده يا جماعه بجد. يعني انا زمان لما كنت بفكر في شي ان كنت بقعد اقول لا يعني الجوده مش هتبقى حلوه، جوده الحاجه تحفه. ف I'm happy. وبمناسبه البيلتس، انا الفتره دي بحاول اجدد ستايلي شويه، حاسه ان انا زهقت فبحاول اجرب ستايلات جديده، ودي من الحاجات اللي بتكون عمليه ان انا اعمل لها ستايلينج بمليون الف طريقه. ممكن تبقى حزام، ممكن اربطها هنا، ممكن اربطها في شنطه. بحب اللي هي البيسز العمليه اللي اقدر اعمل لها ستايلينج بكذا طريقه، فده بحاول يعني اجيب دلوقتي اكتر من الحاجات دي اللي هي ايه يتعمل لها ستايلينج بكذا طريقه. فجبت ده برده من على شي ان، كان في منه الوان كثيره بس حسيت الابيض او الاوف وايت ده عملي اكتر لان انا بلبس على فواتح اكتر. شفت كمية ديزاينات على شي ان مش طبيعية. عندي ايفنت مهم جدا جدا، فقررت اجيب this blazer من براند اسمها MOTF. سمعت عنها كتير وصراحة it did not disappoint، ما خذلتنيش يا اصدقائي. MOTF الجودة بتاعت البليزر رهيبة يا بنات. قولوا لي رأيكم فيه، بجد حسيته شيك جدا جدا. وبصوا دي الماتريال بتاعته من قريب، فخم بجد، فخم فخم يعني. وده شكله، اكتبوا لي رايكم في الكومنتس فيه. انا صراحه اول ما شفته قلت استحاله ده يكون حاجه من شي ان، بجد والله يعني استحاله، لان الجوده بتاعته حاجه فخمه. ف لا حبيت جدا يعني. هي طلبيه شي ان كلها جرابات يا اصدقائي، بس اعمل ايه والله. عارفين لما بتشتروا حاجة ويقعد يقول لكم إيه لا في ده كمان معلش يا بنات، بس أنا بجد حسيته جراب رهيب للشتاء والخريف. بصوا ألوانه وبيلمع، استنوا أحطه لكم في الموبايل عشان تشوفوا شكله. وجماعة لو جبتوا حاجة زيي قولوا لي في الكومنتات او ابعتوا لي على انستجرام عشان انا وانتوا نبقى ماتشي. لا انتوا مش فاهمين بجد، I am obsessed. تحفة يعني تحفة. بحب قوي الأجندة، فقررت أجيب لي واحدة للسنة الجديدة. بحب أجيب لي كده واحدة كل سنة من شي ان عشان بتبقى مفيدة بالنسبة لي أحطها على المكتب. فجبت لي واحدة لسنة 2026. الحلوة إن هم أصلا اوريدي بادئينها من شهر 9 2025. وبحب الخامة دي اللي هي خامة الورق عشان أقدر أكتب عليها لو مثلا عندي شغل، عندي ايفنتات، بحب إن أنا أكتبها على طول على الأجندة. فجبت لي دي، عجبتني بصراحة. كان في منها ألوان كتيرة بس أنا اخترت اللي هي بيربل من بره. أنا ماشية بترتيب عشوائي حرفيا، اللي هو بطلع أي حاجة من البوكس وخلاص. ما هذا، فرحانة بالطلبية سو فار بصراحة، لأن المقاسات طالعة حلوة، وأنا ساعات بخاف إن المقاسات ما تطلعش حلوة، بس لحد دلوقتي إحنا ماشيين تمام الحمد لله. تقولي لي فرح انت بتجيبي ايه من على شي ان؟ والله شي ان عليه شويه اختراعات، حاجات اصلا انا عمري ما كنت افكر ان انا اجيبها، بس لقيتها على شي ان وهي بجد حاجه عمليه جدا. دي اللي هي الخرامه اللي بتخرموا بيها الحزمه، معرفش لو هي ليها استخدام تاني بس حزمه ولا حاجات تانية هنكتشف. بس فيها احجام، وانا مين اللي جايباها عشان الحزمه، لان كتير بشتري حزمه وما بتطلعش مقاسي، فببقى عايزه اخرمها ومش ببقى عارفه اخرمها ازاي. عمليه جدا والله، عمليه جدا، وهحتاجها كتير قوي. لا I love it والله العظيم. اختراعات. في شويه اكسسوارز، انا صراحه مش بحب قوي اجيب اكسسوارز من على شي ان عشان ما اعرفش هل هم هيصدوا او لا. بس عندي اللي هي ايه، الباندورا اللي انا لابساها دي،
قررت اجيب بقى ديزاينز مختلفه من على شي ان، لان بصراحه الديزاينز اللي عند بندورا ما بيعجبونيش، بحسهم ما اعرفش عاديين يعني. وكان عندي واحده كنت بحبها جدا كنت جايباها من بندورا والفص بتاعها وقع، فبصراحه اتقهرت يعني ان انا جايباها من بندورا وفي الاخر الفص وقع، وقالوا لي لا مش هنقدر نعمل لك حاجه، فقلت خلاص انا اجيبهم من على شي ان، اصلا الديزاينات احلى بكتير. بصوا مثلا جبت دي فراشه كده لونها بيربل، والحز بتاع الدايره برضو عليه فراشات، لا خرافه يعني بصراحه. تعالوا نركبها دلوقتي ونحطها. الله حبيت، استنى اوريها لكم مع بتوعي، قولوا لي ايه رايكم. انا جبت اكتر، انا فاكره ممكن نلاقي تاني او يمكن في الاجزاء القادمه هنكتشف. جبت ده برضو، واو طلع تحفه. دي سلسله، لا ايه ده ايه ده يا شي ان، والله ما توقعتش. استنوا خليها لكم على بتاع البيضه وتشوفوها اكتر. هي سلسله كده على شكل حرف الواي، وعباره عن ستونز الوان، حسيتها حلوه جدا تتحط كده layering، بس رفيعه يعني محتاجه ان انا البسها واكون حذره وانا بلبسها عشان ممكن تتقطع بسهوله. لا بس عجبتني قوي قوي تحفه. يس انا جبت واحده ثانيه للباندورا، كان عندهم بجد ديزاينات حلوه قوي واشكال مختلفه. جبت لي دي مرسوم عليها باربي وليبستيك وفيونكه كده. اخر 3 حاجات بس جبت دول الاول للتمرين، كنت جايبه منهم قبل كده وعجبوني فقررت اجيب منهم تاني، اللي هما بيكونوا طوال كده وبعدين بنكشكش الحته دي، فبتدي شكل حلو قوي مع اللاجينجز. لما بدخل الجيم بنات بس وكده بيبقى شكله حلو قوي بجد، بقعد اكشكشهم كده. دي من براند دايزي، اكيد كلكم سامعين عن دايزي اوريدي لو انتوا بتطلبوا من شي ان كتير. لقيت الست دي وعجبتني جدا، عباره عن فيست، هما الاتنين خامتهم صوف، فيست كده لونه ابيض بس هو فيه ايوه كده انتوا شايفين في ديتيلز كده الوان ازرق وكحلي حلو قوي. ده بيتلبس من تحت يعني، ده لاير رقم 1، وبعد كده في ده لاير رقم 2 تلبسوه بقى مفتوح. فعجبتني قوي الفكره، هي الموديل كانت لابساه وعجبني قوي فقررت اجيبه للشتاء. حلو جدا وبرده ممكن يتعملوا ستايلينج ده لوحده او ده لوحده، الاتنين مع بعض. فعجبتني الفكره قوي ولونه حلو والماتيريال ناعمه بطريقه مش طبيعيه، حلو قوي قوي. عندنا ده برده من دايزي، صراحه انا مش فاكره ده ايه هنكتشف مع بعض دلوقتي حالا. ده سويت شيرت، انا فاكره السنه اللي فاتت كنت جايبه سويت شيرت من دايزي والماتيريال بتاعته كانت حلوه. اوه الخامه تحفه. جبت سويت شيرت لونه كحلي عملي قوي بقى للشتاء، شكله طويل وواسع ومريح، ولا بصراحه الجوده بتاعته حلوه جدا جدا، عجبني. حسيته سيمبل يتلبس بقى في سفر، في البيت وانا بصور تمرين، اي حاجه حرفيا يتلبس في اي حاجه. ف اي لايك احلى حاجه انه في جيوب من هنا وفي الهودي، لا خامته حلوه جدا والتفصيل بتاعه حلو بصراحه. ياي ووصلنا لاخر حاجه في البوكس، كيس لونه اصفر، يبقى تعرفوا على طول ان هو من جلو مود اللي هي البراند بتاعت لبس التمرين. بصوا بقى دي والله اختراع، جبتها برضو للتمرين عشان طويله. برضو الماتيريال دي انا صراحه يعني مش عارفه هي ايه، بس هي ماتيريال كده ناعمه وبارده جدا، تحفه 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 للتمرين، لان انا بحب في التمرين البس حاجه تكون ناعمه وما تضايقنيش وانا بتمرن وكمان تكون واسعه. فبصوا دي الستايل بتاعها كده، هو جاكيت يعني هو بيتفتح بسوسته للاخر لو انتوا شايفين، بيتفتح لسوسته للاخر، بس انا مينلي جايباه عشان البسه وهو مقفول كده، وفي الحركه دي من عند الوسط ممكن تشدوا ده شويه وتربطوه في يونكه. بصوا هحط لكم صوره هنا اكتر عشان تتخيلوا الشكل بتاعه في الاخر بيبقى عامل ازاي، بس الصراحه في الحقيقه طالع حلو جدا. وقلت اجيب لون ابيض او كريمي عشان كيوت حلو تغيير، وما عنديش صراحه حاجه للتمرين لونها كده، ف
عجبني كتير والله. وبس يا اصدقائي، دي كانت ماي شي ان هول. اتمنى تكونوا استمتعتوا. قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه من المشتريات دي كلها عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وشير. وقولوا لي في الكومنتات لو حابين جزء تاني، لان انا عندي مشتريات تانية كتير. فقولوا لي، لو قلتوا لي اوكي فرح هحمل لنا بارت 2 هصور لكم الفيديو وهنزله لكم قريب ان شاء الله. بس كده، هشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.